عبير الصغير بطلة في قناة شباب المستقبل. الشامي ومحمود ماهر التحالف الأقوى على الإطلاق. خطايا حاضرة في حفلة الشامي. لماذا تستمر مس دعاء باستفزاز أم البيس؟ أعلنت الشيف عبير الصغير عن مشاركته بمسلسل كرتوني يعرض على سبيس تون، وذلك من خلال بوستر حلو وظريف نشرته عبير على إنستغرام. البوستر بتظهر فيه عبير حاملة معلقة في إشارة واضحة لدورها كطاهية أو شيف، وبيظهر جنب عبورة قط صغير شكله رح يحمل اسم الصغير. بيصير عنا مسلسل كرتوني ظريف باسم عبير والصغير. الشامي ومحمود ماهر في التحالف الأقوى بلا منازع. الفكرة أنه الفانزات الظراف عملوا تصميم جمعوا فيه بين أغنية الشامي الجديدة بتهون مع فيديو لمعمود بيظهر فيه محتار بين قلبه وعقله. الشامي ومعمود عملوا ريبوست للفيديو في إشارة اعتبرها البعض إنها تشير إلى وحدة الصف والرأي ووجهة النظر والتحالف ضد الأعداء. تعليقات الجمهور على الفيديو كانت كالآتي: معقول ضعيف لهالدرجة يا معمود؟ لك رجعولي بيسان، لك الشامي عمل ريبوست. أغنية بيسان إسماعيل في حفلة الشامي تثير الجدل وتشعل الفتنة وتتسبب في انهيار الفانزات والجماهير والمشاهدين. القصة أنه انتشر هالفيديو يلي قالوا أنه بوحدة من حفلات الشامي يلي صارت مؤخراً. يعني جماهير الشامي وهن ناطرين عبودة يطلع عليهم، الشركة المنظمة شغلت لهم بيسان يتسلوا شوي يعني ليظهر فيديو لعبود وهو معصب، وتنقسم الأقاويل لقسمين. ناس بيقولوا عبود عصب لأنه كانوا مشغلين بيسان، ناس بيقولوا لا معصب لأنه انقطعت الكهرباء قبل ما تبلش الحفلة. أما تعليقات الناس على أغنية بيسان بحفلة الشامي فكانت كالآتي: لك إيه فانزات الشامي بيزعلوا بعد هالفيديو، يعني أغنية بيسان حلوة ما اختلفنا، بس شو الفكرة أنها تتشغل بحفلة الشامي؟ قال عصب لأنه انطفت الأضواء. ليش المس دعاء مستمرة بتقليد صديقتها المقربة سابقاً أم البيس بفيديوهات المكياج وبكليب السيارة، وهلأ بتقلد مشي بيسان على الطاولة بكليب علاش؟ الفانزات الأذكياء انتبهوا للموضوع وعلقوا: بتحاول تعمل مثل بيسان، عم تقلد بيسو على طاولة الأكل. وعن جد فكرنا الغنية إعلان. لا بقى تلبسي زهري يا دعاء لأنه نسخ لصق ما بيصير. أنس وأصالة من المسارح العربية للعالمية. بالوقت يلي البعض بيعتبر عائلة أنس وأصالة انتهوا وفشلوا باليوتيوب الأجنبي، المفاجأة كانت إنه أنس وأصالة سكروا مول كامل بنيويورك بأمريكا، وبهذا التجمع أصالة حبت تغني. والعيلة كلها دعمت أصالة. شفنا أسامة نزل ستوري وكتب عالمية، وهذا المشهد مو جديد على عيلة أنس وأصالة. بال2021 التقوا مع جمهورهم العربي بالسعودية. برأيكم أنس وأصالة وصلوا للعالمية؟